أهلا وسهلا. اش اخباركم؟ ان شاء الله اموركم طيبه، كل شيء على خير. نتمنى لكم كل ما هي حاجه زوينه ان شاء الله، ورمضان كريم على الجميع. الحاجه الزوينه هي التحليه ديال اليوم، تقدروا توجدوها لطبيل السحور في الدقيقه 90 بمكونات بسيطه ومتوفره في كل بيت. ما عليكم غير تابعوا لا فيديو حتى الاخير، وما تنسوش تضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. واول حاجه غادي ناخدو اطرو ديال الحليب كيف ما كانت النوعيه اللي تستعملوا. اهم حاجه يكون كامل الدسم. غادي نقصو منه واحد الفنجان او كاس ديال الاتاي اللي غادي نضيفو ليه 30 غرام ديال النشا اي مايزينا. نخلطو الكل مزيان ونخليوه على جنب. بالنسبه لهاد الوصفه الصراحه هي كتباع جاهزه، حنا غير تنشريوها وتنضيفو ليها الحليب، ومعروفه عند الناس ديال الشمال، ولكن بغيت نشاركها معكم مكونات بسيطة وتنجح معكم من أول تجربة. غادي نخليو الفنجان ديالنا على جنب، وغادي ناخدو واحد الطنجرة على نار مهيلة فيها البقية ديال الحليب اللي غادي نضيفو ليه عويد ديال القرفة مع القشرة ديال الحامض اللي متوفر عندنا، يا الحامض الخضر يا الحامض الصفر. اهم حاجه فاش ناخدو القشره ديال الحامض نحاولوا ما ناخدوش معها داك اللب البيض باش ما يجيناش تحليه، او باش ما تجيناش عفوا التحليه مره. غادي نخلي الطنجره حتى الغليان مع التحريك المستمر بطبيعه الحال. وهنا غادي ناخدو 3 صفار البيض بدرجه حراره الغرفه، ما كانوش في الثلاجه بطبيعه الحال، وغادي نضيفو عليهم 50 غرام ديال السكر. وحتى الا بغيتو تنقصوا ما كتعجبكمش الحلاوه بزاف يمكن لكم تنقصوا من السكر. هنا غادي نضيفو الفانيليا السائله، وغادي نطرب الكل مزيان غير بطراب يدوي. صراحه هاد الوصفه ما كاينش اللي كيذوقها عندي وما كيحمقش عليها. اولا لان سهله، مكونات بسيطه، يعني ماشي بشي تكلفه اللي غادي نخسروا فيها بزاف. من بعد ما خلطت البيض والسكر والفانيليا السائله غادي نضيفوا عليهم الحليب كيف ما كتشوفوا في لا فيديو، ونعاود نطرب الكل مزيان حتى يتجانسوا المكونات مع بعضهم. وما يمكنش نكون نوجد في شي وصفه او نصور ولونا ما تكونش جالسه حدايا، من سابع المستحيلات. هنا من بعد ما خلط الكل مزيان غادي ناخدو الصفايه ونصفيو الحليب من بعد ما غلى لينا باش نحيدو العويد ديال القرفه والقشره ديال الحامض، وغادي نزيدو نطربو الكل مزيان حتى تجانس لينا المكونات كلها مع بعضها. فاش نعاودو نرجعوها للطنجره غادي ناخدو صفايه رقيقه، باش الا كانوا شي كتل ديال البيض او ديال السكر او ديال حبيبات ديال الفانيليا السائله يبقاو لينا في الصفايه. وغادي نرجعو الطنجره على نار مهيله مع التحريك المستمر حتى يبدا الخليط ديالنا يتقل. بالنسبه للتحليه ديال اليوم، الا كنتو كتفضلوا اي مذاق من غير مذاق ديال الفانيليا يمكن تعوضوا بالشكلاط، يمكن تعوضوا كذلك بالقهوه. وهنا من بعد ما الطنجره ديالي بدات كتغلى مع التحريك المستمر غادي تشوفوا القوام المضبوط ديال هاد التحليه، يعني ما نخليوهاش حتى تبدا تقلينا بزاف. غادي نحيدوها وغادي ناخذ كؤوس تقديم. انا هنا خديت هاد الزليفات هادو اللي كنعشق فيهم التحليه، صراحه كيعطيو واحد المنظر مبهج ورائع في الحطه. هنا غادي نبدا نوزع في الخليط ديالي بكميات متساويه حتى نكمل الكميه اللي عندي. وقبل التحليه ديالنا ما تبدا تماسك غادي نزينوها بالبسكوي على هاد الشكل اللي واضح في لا فيديو. وكذلك البسكوي اي مذاق كتفضلوا، انا هنا فضلت البسكوي بمذاق ديال القرفه لانه كيعطي واحد الطعم ولا اروع. وحتى نتوما فاش غتجربوا هاد التحليه بهاد الطريقه غتشكروني وغادي تولي عندكم معتمده، خصوصا انها باقل تكلفه. كيف ما تكمل الكميه اللي عندي غادي نرش واحد الرشيشه خفيفه من القرفه، وغادي ندخلو التحليه ديالنا للثلاجه حتى تبرد لينا ونقدموها لينا وبالصحه والراحه. وما تنساوش تجربوا وصفتي، وغتبقاو معايا في هذا الفيديو باش غادي نشارك معاكم عصير ديال الفريز من داكشي الرفيع، كذلك بمذاق مختلف ومتميز. تقدر تحطيه في طبيب الفطور وحتى للسحور، وحتى الا جاو عندك حبابك وصحابك حتى هما تحطيه ليهم. علاش لا؟ احنا ديما غير مع الحاجه السهله. كيف ما كتعرفوا دابا تبارك الله الفريز موجود ما شاء الله تبارك الرحمن، وحتى الثمن ديالو بدا كينزل. هنا خديت واحد الكميه ديال الفريز. بالنسبه للفريز حسب عدد افراد ديال الاسره، انا هنا استعملت اطرو ديال الحليب مع نص كيلو ديال الفريز. وكيف نجيبوا الفريز ديالنا من السوق؟ نحاولوا نغسلوه مزيان لان تتكون فيه الرمله كثيره بزاف. كيف ما ذكرت اطرو ديال الحليب مع نص كيلو ديال الفريز،
ومكون ما كيخطانيش من داري ابدا، هو السيرو ديال البسباس، اي العسل ديال البسباس اللي كنضيفو لجميع الوصفات ديالي باش كنحاول ما امكن انني نتفادى السكر. الا ما كانش متوفر عندكم تقدروا تعوضوه باي نوع ديال العسل نتوما تتفضلوا. هنا من بعد ما خديت الخلاط الكهربائي غادي نكبوا الحليب ديالنا وغادي ناخذوا الفريز، غادي نحيدوا له غير هذيك النبيبيته اللي من الفوق، وغادي نضيف كذلك الكريمه الخاصه بالحلويات. غير انا في هذه الوصفه ما استعملتش الكريمه ديال الحلويات اللي كتكون حلوه، يعني كتكون مسوسه، باش انني نقدر نضيف العسل ديال البسباس. غادي نطحنوا كل مزيان كيف ما كتشوفوا، غير معلقه صغيره تبارك الله كتحلي الحاجه. كنستعملوه في القهوه، كنستعملوه في السلطه، الى نض الصباح مثلا وحسيت براسي انني ما قداش وسخفانه كناخذ معلقه صغيره وتبارك الله كيعطيني واحد الطاقه اللي هي زوينه. ومن بعد ما طحنت الكل مزيان كبيت العصير ديالي. انا كنفضل في قريعات فرديه كل واحد وقريعته، بالصحه والراحه. وما تنساوش تجربوا وصفتي، وكذلك ما تنسونيش من تعاليقكم الغزاله اللي تتحفزني وتتخليني مستمره. نتلاقاو في وصفه جايه ان شاء الله.